عشرت الهنود البنغال. اي والله عشرتهم كلهم. احكي لنا عنهم. الهند البنغالي شيقول يا غالي. شيقول الهند قول البنغالي. لنا ايه النهارده في عيد الحب؟ العيد الحب هذا عوايد طيبة. الساس والراس وقلبي قطاع الأنفاس. ده انجليزي دي يا مرسي. حلوه. عيدها تاني. ايه؟ كل عام وانت اجمل حدث صار لي. بص انا هقول لكم حكايه، قصه صغيره مره ما هي كبيره، ما بطول عليكم انت تمام. يعني مثلا باختصار المفيد وسكر يزيد، يعني نفسي اقابل حبيبتي واقول لها كل عام وانت اجمل حدث صار لي في حياتي، ترى اليوم ما نحتاج هديتك عندي مدامك بصحه وعافيه. ده اللهجه ايه؟ دي لهجه السعودي يا غالي. الله عليك. ايه اللهجات الثانيه؟ اللهجات الثانيه مثلا الهندي البنغالي. الهندي والبنغالي لما ينزل السعودية ويتكلم عربي مكسر طبعا يقول كده: السلام عليكم مدير، كيف حال؟ هذا نفر مجنون، خلي يولي صديق، كيف حال؟ ما في معلومة مش كلام، هذا نفر مجنون، هذا قرقر بس كذا، ما في مشكلة، شيل واحد حبة انت ما في مشكلة. أنا أول مرة رحت السعودية جديد طبعا شكيت هم الواحد هندي تمام، كان بتاع بقالة. احكي ايش؟ قال لي انت مسكين شيل واحد بيبسي. جماعة شدين. طب قول لنا. بالمصري في عيد الحب. المصري في عيد الحب. المصري في عيد الحب يا خال يا طول العمر والبال، والله ما اعرف اقول لك يعني. هو بص هو حاجه، هو الشعب المصري ده ما هوش حاجه غير بص غير الحب. مش حاجه غير الحب. بص هو مش حاجه غير بص الدلع والفرفشه والهزار والنعناشه والنخششه ومنتشات وسريات ومنقوشات واي حاجه فيها في الطرشه. فاهم ازاي؟ بس كده. بقى نصيحتك لاي حد، ست البيت او واحده فرحها قرب فرحها قرب. عجينه الزلابيه. لا اي حد فرحه قريب يا خال، نصيحه مني يجي لنا، يجي